بص، مبدئيا طالما خلصت ثانويه عامه يبقى لازم تكون فرحان، لازم تفرح كان ان انت خلصت ثانويه عامه، عشان ده انجاز، ده انجاز مش هيتكرر. خلاص دي حاجه خلصت، وتحمد ربنا ان انت خلصت ثانويه عامه. تعال بقى نشوف ايه اللي بعد ثانويه عامه. الكليه، واحنا النهارده هنتكلم عن كليه علاج طبيعي. يلا بينا. كليه علاج طبيعي هي عباره كلها عن بعضها كده 6 سنين، 6 سنين بتدرس علاج طبيعي. بس هم مش 6 سنين قوي يعني دراسه، هم 5 سنين بتدرسهم، بتنزل فيهم الكليه وتروح محاضرات وتحضر وغياب وحضور والكلام ده كله، وسنه في الاخر او سنه سته بتبقى عباره عن سنه امتياز. سنه امتياز بتبقى عباره عن سنه بتنزل تتدرب فيها في المستشفيات، ما بتحضرش في الجامعه بس بتحضر في المستشفى، وبتبقى لسه ما اتخرجتش لسه، بس بتنزل تتدرب على حسب المكان اللي الجامعه هتوديك فيه، وبتشارك بقى في علاج الحالات والحاجات دي كلها، وبتبدا تختلط بمجال العمل بتاعك. الكلية موجودة في 6 جامعات بس في مصر، موجودة في القاهرة، بني سويف، وبنها، وكفر الشيخ، وجامعة قناة السويس، وجامعة جنوب الوادي. هما بس 6 جامعات في مصر، فاحتمال تبقى مغترب. فلو انت بتحب بقى ايه حتة ان انت تسافر بقى وتبعد عن اهلك، فدي هتبقى حاجة كويسة، وفي نفس الوقت مش حاجة كويسة يعني، فاحذر يعني. في شوية مرمطة كده، ما تقلقش، عادي، حاجات بسيطة قد كده. انا بقول لك الصراحة عشان ما اضحكش عليك، الكلية لسه ليها تكليف، والتكليف بتاعك بتستلمه بعد ما تتخرج بسنة او سنتين، يعني هي بتتراوح من سنة لسنتين، وده شيء عظيم جدا، وده اللي في الغالب بيخليها فوق في التنسيق عن كلية صيدلة، عشان شالوا منها التكليف وما بقاش فيه تعيين. دي ميزة في الكلية. الكلية عبارة عن ايه بقى، او بدرس فيها ايه، او ايه الاقسام بتاعتها؟ الكلية ما شاء الله فيها 8 اقسام. طبعا اقسام علاج طبيعي مش شرط تكون كلها موجودة في ال6 جامعات، يعني في اقسام ممكن ما تلاقيهاش، وفي اقسام هتلاقيها. خلينا نخش في الاقسام على طول. اول حاجة هو قسم العلوم الاساسية. في القسم ده انت بتدرس تشريح، بتدرس علم وظائف الاعضاء، وبتدرس المواد شبه مواد طبية، مواد من طب، بس هي مواد اساسيه بيزك كده عشان تعرف كل الحاجات اللي انت لسه هتدرسها بعد كده. وبرده مواد من علاج طبيعي زي مثلا العلاج بالميه وبالكهرباء والعلاج اليدوي والحاجات دي كلها. تاني حاجه قسم العلاج الطبيعي للبطنه او قسم البطنه. في القسم ده انت بتدرس امراض البطنه وكمان الامراض الصدريه، وبتدرسهم من الناحيه الطبيه البحته، بتدرسهم اكنك في طب بشري. وبعد كده بقى بتدرس دور العلاج الطبيعي في ان هو يعالج الامراض دي. قسم العلاج الطبيعي للنساء والولاده، فالقسم ده بتدرس فيه دور العلاج الطبيعي في الحفاظ على صحه المراه والتعامل مع امراض النساء المختلفه. في قسم العلاج الطبيعي للجراحه والحروق، تاثير الحاجات دي على المدى الحركي. بعض الجروح بتاثر على مدى حركه جسم الانسان وبتعيقه، وبرضه الحروق كذلك بتخلي الانسجه تمسك في بعضها، او لا قدر الله واحد حصل له حرق مثلا ما بين دراعه او في كوعه، الانسجه زي ما تكون بتنكمش كده وبتبقى متصلبه شويه. فالعلاج الطبيعي بيساعد المريض ده في انه هو بعد كده يقدر يتحرك بشكل طبيعي، وكل اجزاء جسمه تتحرك تاني بشكل طبيعي، او حتى تساعده على التكيف، ان هو يقدر حتى يوصل لاكثر مدى طبيعي يقدر ان هو يتحرك فيه زي البني ادم الطبيعي تاني. قسم العلاج الطبيعي للعظام، القسم ده بتدرس فيه بقى الكسور المختلفة للعظام ومشاكل العظام والأربطة والعضلات، بتدرس كل ده من الناحية الطبية، وبتاخد دور العلاج الطبيعي في انه يساعد انك تتعافى من الأمراض دي او تتعامل بشكل طبيعي مع الأمراض دي. في بقى قسم العلاج الطبيعي للأعصاب. في قسم العلاج الطبيعي للأعصاب أو قسم الأعصاب بتدرس فيه إصابات الأعصاب المختلفة، وبتدرس فيه حالات الشلل النصفي والتعامل مع حالات الشلل المختلفة طبعا، وإن إزاي دكتور العلاج الطبيعي ده يساعد المريض إن هو يتعامل تاني بشكل طبيعي مع حياته الطبيعية، وإنه بيبني له نظام يمشي عليه أو طريقة يمشي عليها بحيث إن هو يقدر يتصرف زي البني ادم الطبيعي، او يرجع يقدر يعيش او يتعايش بشكل كويس تاني في حياته. وبعد كده قسم العلاج الطبيعي للاطفال. في قسم الاطفال بتدرس بقى المشاكل الصحيه المتعلقه بالاطفال، والتاخر الحركي للاطفال وتاخر النمو والحاجات دي كلها، ان الطفل بقى ايه اتاخر في المشي، فبتساعده ان هو يمشي، او تعمل له برنامج تاهيلي برضو. كل ده في اختصاص المعالج الطبيعي او الدكتور العلاج الطبيعي. في قسمين زياده بقى بيقولوا ان هو موجودين في كفر الشيخ بس، فالقسمين دول هو قسم العلاج الطبيعي لصحه المراه، وده غير قسم النساء والولاده، وقسم العلاج الطبيعي للجلد والاغشيه. دول موجودين في كفر الشيخ بس. عشان كده قلت لك في الاول ان ممكن في اقسام تكون موجوده في جامعه ومش موجوده في جامعه تانية. بص بقى، انت مش هتتخصص في ولا قسم من دول، بمعنى اصح ان انت هتدرس كل الحاجات دي، كل التخصصات دي هتدرسها، هتدرس كل قسم بكل المواد بتاعته. بعد كده لما تيجي بقى تتخرج وتعمل ماجستير ودكتوراه تقدر تتخصص في اي حاجه انت عايزها، وتخصصات كتير غير الاقسام، يعني كل قسم ليه تخصصات مختلفه. فتعالوا نشوف بقى ايه هي التخصصات وهتدرس ده ازاي على مدار ال5 سنين
اللي انت هتدرسهم في الكليه. بالنسبه بقى للخمس سنين اللي هدرسهم في الكليه، هدرس فيهم ازاي وايه؟ بص بقى يا معلم، الدراسه متقسمه في الكليه بالطريقه دي. اول سنتين هتدرس فيهم دراسه اكاديميه، او دراسه اكاديميه ديت يعني بتدرس بس في الكليه، مش بتحتاج تعمل عملي والحاجات دي كلها، او الكليه اصلا مش بتنزلك عملي في السنتين دول. بتدرس دراسه اكاديميه بتدرس فيها البيزكس او الاساسيات، المواد الاساسيه الطبيه، او بمعنى اصح القسم بتاع العلوم الاساسيه. فالقسم ده انت بتدرسه في سنه اولى، تدرس بقى زي ما قلنا بقى المواد اللي في قسم التشريح وعلم دراسه الاعصاب والحاجات دي كلها. والمواد الطبيه دي بتبقى في الغالب موجوده على كل الكليات الطبيه بيدرسوها، يعني بحيث ان هو دي الاساسيات بتاعه الطب. بالاضافه لده بقى بتدرس المواد الخاصه بعلاج طبيعي زي العلاج اليدوي والعلاج المائي والعلاج بالكهرباء والحاجات دي. والمواد الاضافيه التكميليه دي بتبقى مواد ثقافيه واجتماعيه، مثلا زي علم النفس والاجتماع والفلسفه والاحصاء وبحث علمي. فكل دي حاجات مالهاش علاقه بالكليه، بس هي مواد تكميليه بتدرسهم في سنه اولى وثانيه. اما في سنه ثالثه بتبدا تدرس قسم الباطنه، وقسم الباطنه ده بتبدا معاه انك تنزل المستشفيات وتبدا تتدرب عمليا. مش بتتدرب عملي انت بس، بتشوف الدكاتره وهم شغالين بيشتغلوا ازاي. بيبقى في دكتور في الغالب اكبر منك في السن، يعني معاك برضو في الكليه، الاكبر منك في السن بيسموه سينيور. هتلاقي دكتور سينيور معاك، هو بيدرس عملي او بيشتغل عملي، وانت بتتفرج عليه نظري او بتتابع معاه نظري. بعد كده لما تعدي ثالثه دي هتنزل بقى تشتغل عملي عادي. اما بقى في مواد سنه رابعه بتبدا تدرس عظام، تبدا تدرس عظام ونساء وولاده وحروق وجراحه، تدرس مواد من طب ومواد برضو ليها علاقه بعلاج طبيعي او مواد خاصه بكليه علاج طبيعي. اما بقى في سنه خمسة بتدرس مواد قسم الاعصاب والاطفال. اما بقى سنه 6 او سنه الامتياز دي بتتدرب فيها في المستشفيات او اي مكان الكليه هتخصصه لك ان انت تنزل تتدرب فيه. بتبدا تتدرب عملي وتبدا تشارك في علاج المرضى او الحالات كمان، لان خلاص بتبقى فاضل لك سنه واحده وتتخرج، فانت كده بتبدا انك تشارك في علاج الحالات او تمارس المهنه بمعنى صح. في السنه دي بقى كده بتبدا تلف على كل اللي انت درسته في اخر 3 سنين في الكليه. كل قسم انت درسته بتشتغل فيه او بتتدرب فيه شهرين على شهرين شهر كده يعني. فبتتدرب في كل قسم شهرين، بتعدي على كله بقى عشان تشتغل في كله، وبعد كده بقى بتتخصص انت زي ما انت عايز. يعني مثلا شهرين في قسم عظام، شهرين في جراحة وحروق وتجميل، شهرين نساء وتوليد وهكذا. وبما ان دي كلية طبية فانت بالتأكيد هتدرس كل ده بانجليزي. وزي ما قلنا في الاول ان الكلية ليها تكليف، لسه بتستلم التكليف ده بعد ما تتخرج بسنة او سنتين، فدي حاجة كويسة جدا لسه موجودة في الكلية. طيب انا خلاص خلصت، هشتغل ايه وفين والحاجات دي كلها؟ تعال اقول لك. طيب التخصصات كتير قوي، او انك ممكن تشتغل ايه في الحاجات دي كتير قوي. علشان تيجي تشتغل بقى ممكن تشتغل في مثلا عيادات خاصة كأخصائي علاج طبيعي أو وحدات علاج الروماتيزم، أو تشتغل في مراكز العلاج الطبيعي الكبرى. وبرضه ممكن تشتغل كفريلانسر أو تشتغل مع نفسك إنك تفتح مركز للعلاج الطبيعي أو تفتح عيادة كدكتور علاج طبيعي. ممكن تشتغل في مجال التغذية، وده بياخدوا لها شوية كورسات وشوية حاجات كده، وبعد ما تاخد شوية الدورات أو الكورسات ديت تبدأ تبقى مؤهل إنك تشتغل في المجال ده، تشتغل في مجال التغذية. وبرضه في تخصص في الغالب هيحبوا الشباب اكتر ان هم يشتغلوا في اصابات الملاعب او اصابات الرياضيين، بانه يشتغل في الانديه، بيبقى عباره ان هو شغال في النادي، بيبقى تخصصه كله اصابات الملاعب، اللعيبه اللي في الملعب لما بتقع وتلاقي في دكاتره كده رايحين لهم عشان ينقذوهم، فدول بيبقوا اخصائيين علاج طبيعي، بيبقوا متخرجين من كليه علاج طبيعي. كمان في حاجه مميزه قوي للتخصصات بتاعه علاج طبيعي، ان هي مطلوبه قوي بره، فتقدر تسافر اسهل وفي فرص سفر كتير، بس بتحتاج تعمل حاجه اسمها رخصه مزاوله المهنه او تبقى رخصه دوليه لمزاوله المهنه عشان تقدر تشتغل بالمهنه بتاعتك دي في اي مكان في العالم. فهو بيبقى عباره عن اختبار، بتعمل الاختبار ده على حسابك طبعا، وبيبقى معاك رخصه مزاوله المهنه او رخصه دوليه تقدر تشتغل بيها في اي حته في العالم. وفي طبعا بعض الدول بتطلب بقى اللي هو ايه الايلتس والتويفل والحاجات بتاعه الانجليزي دي. هل بقى يشترط ان انا علشان يبقى عندي خبره انزل من سنه ثالثه بس؟ مش شرط تستنى انك اصلا تخش سنه الامتياز او من سنه ثالثه اللي هو تنزل تشتغل او تتدرب في المستشفيات. انت ممكن تنزل من سنه اولى عادي جدا، وده هيزود خبرتك وتعاملك مع الناس وتشوف الحالات وتعرف حاجات كتير اكتر. وكمان وجودك في المستشفيات من سنه اولى مع الدكاتره هيخليك عارف اكتر، انك وانت بتدرس عارف الماده دي بتتكلم عن ايه، وتعرف ايه اللي هما بيتكلموا عنه بالظبط، وازاي انت شايف ده على ارض الواقع او في الحقيقه يعني. فدي هتبقى حاجه حلوه جدا ومميزه جدا وهتساعدك اكتر في الدراسه. فما فيش وقت معين انك تنزل تتدرب فيه، ممكن تنزل في اي وقت،
مش شرط طبعا تبقى تبع الكليه، انت ممكن من نفسك تنزل مستشفيات، عيادات مع اي دكتور، وهتستفاد يعني هتستفاد وهتبقى حاجه جامده جدا. طبعا ده هيساعدك اكتر انك بعد كده تتخرج وتبقى مؤهل اكتر انك تشتغل، يعني تبقى فاهم، عندك خبره وبس. بالنسبه بقى لمميزات الكليه، فان الكليه لسه ليها تكليف ودي حاجه جميله جدا. غير كده بقى ان التخصص ده مطلوب اصلا، فزي ما قلت لك تقدر تسافر بره وتشتغل حتى جوه البلد في اي مكان. غير كده ان كمان الدراسه بتاعتها سهله نسبيا بالنسبه للكليات الطبيه المعقده التانية. اي نعم بتدرس حاجات من ناحيه طبيه بحته، بس هي ستيل اسهل بكتير. اما بالنسبه لعيوب الكليه بقى، فهو ان ممكن تلاقي دخلاء على المهنه بتاعتك، اللي هم ناس مثلا من تربيه رياضيه بيشتغلوا برضو في نفس المجال، فتحس ان انت الفرص بتاعتك بتقل. بس عادي، مفيش حد بياخد رزق حد يعني، فمش عيب في الكليه، ما يعتبرش عيب، عادي. وبس كده، ما فاضلش غير التنسيق بتاع السنه اللي فاتت والسنه اللي قبلها، فهسيبه لك تحت في الديسكربشن او في وصف الفيديو تحت الفيديو على طول. هتلاقي فايل PDF تقدر تحمله وتشوف التنسيق بتاع السنه اللي فاتت اللي هو 21 و22، تقدر تحملهم وتعرف التنسيق اللي فات. ويعني التنسيق مش هيبقى زي اللي فات بالظبط، فممكن يبقى اقل سنه او اعلى سنه على حسب، فربنا يوفقك. انا محمد عبده، ودي كانت كل حاجه عن كليه علاج طبيعي. سلام.